صاحبة قصتنا الليلة لمياء، واللي كتقول كنتمي لعائلة ميسورة ولله الحمد. دوزت الطفولة ديالي عادية، ربتني جداتي بحكم انه والديا كانوا تيخدموا، ولكن كنت عايشه معاهم، وبحكم انه جداتني رباتني فطلعت شي شويه مفشه. المهم قريت في مدارس اللي هما خصوصيين وكبرت، ومن بعد مشيت لواحد المدينه واحده اخرى باش نقرا واحد الشعبه، وكنت جالسه عند واحد عمتي، ولكن في العطل كنت كنجي عند والديا باش كنشوفهم. واحد النهار كنت خارجه انا وواحد صاحبتي، تلاقيت بواحد السيد اللي تعرفت عليه واللي كانت عنده انذاك 27 سنه وانا عندي 23 سنه. بدينا كنهضروا، هو كصديق وانا كصديقه، لا اكثر ولا اقل. شويه غادي تقطع ما بيناتنا الهضره، ودازو بزاف ديال الايام وغادي يعاود يرجع يدوي معايا، ولكن هاد المره باش يعترف ليا شحال تيبغيني وباغيني للزواج. انا رفضت وقلت ليه بلي انه ما يمكنش تكون بيناتنا شي حاجه، لا معاك ولا مع شي حد غيرك، خصوصا بلي انه في ديك الوقت كنت مركزه على قرايتي. المهم كل نهار كنا كنتلاقاو كنخرجوا، وفي كل خرجه كيجبد لي الموضوع، حتى لواحد النهار قال لي اذا ما قبلتيش باش اننا نكونوا مع بعضنا فنحبسوا هاد العلاقه، حيت انا ما مسلكانيش. فعلا لمده عام غادي نقطعوا العلاقه ما بيناتنا، حتى لواحد النهار غادي نكون غادا انا وعائلتي في الطوموبيل، حتى كيبان لي من مورايا في طوموبيلته، وهنا رجعنا كنهضروا وكنخرجوا. ووافق باش انه نبقاو اصدقاء، ولكن كان تيقول لي ديما راه الداخل ديالي فعلا تيبغيك. واحد الوقت بلا ما حسيت لقيت راسي بلي انني تنبادلوا نفس الاحساس، بمعنى عامي وليت كنبغيه، علما انه ماشي من الذوق ديالي ولا حتى من داكشي اللي كنبغي، فداك الفارس ديال الاحلام ديالي كيف تنقولوا. وهنا بداو القصص ديال المشاكل مع صحاباتي اللي كلهم تيقولوا لي لا راه ما جاش معاك وماشي ستيل ديالك، ومن الاحسن انك تخليه. من بعد ما كنت مره كنهبط للمدينه فين تنسكن باش نطلع على والديا، وليت كنهبط كل نهار لديك المدينه كيتلقى ليا في لاكار، كنتلاقاو وكنخرجوا، بقينا مع بعضنا لمده 4 سنين. المهم فاش طولنا في العلاقه ديالنا ولينا منعزلين على العالم كامل، هو بقى بلا صحاب وانا كذلك ومثال. حتى من والديا عرفوا القصه لانه شرحت لهم بلي انا هذا الشخص باغيني المعقول. ماما عرضت وبدات كتسولني واش ما خدامش، مستحيل انك تكوني معاه، وشنو الهدف من انك تلاقاي به؟ فانا بهذا الضغط وليت بدوري كنضغط عليه وتنقول ليه ضروري خاصك تلقى شي خدمه في اقرب وقت. غادي يقول لي عطيني واحد المهله باش نقلب، فعلا عطيته مهله ديال شهر، وقلت لي اذا فاتت هذه المده ما نقدروش نبقاو مع بعضنا. سال هذاك الشهر وما لقاش وعيطت ليه، قلت ليه صافي ما نقدرش نبقى انا وياك. داز 3 ايام ما قدرتش نصبر على الغياب ديالو وعيطت ليه، قال لي راني مشيت لمدينه واحده اخرى مع واحد الولد، حيت ما نقدرش نبقى في نفس البلاصه حداك وكلشي تيفكرني فيك. قال لي هاد السيد تيخدم هاد الخدمه الفلانيه وراه اقترح عليا باش اننا نديرو فورماسيون ديال نفس ديك الخدمه. انا قلت ليه صافي ديرها، بحكم انه فيها واحد الشعبه فيت لي قريتها غنقدر نعاونك فيها. فهو بدا تيقرا غير السبت والحد، كيمشي وكيجي كيمشي وكيجي، لانه كان تيجينا صعيب اننا نتفرقوا على بعضنا. ماما كانت عارفه علاقتي به، كانت واحد الانسانه درويشه بزاف، وصراحه كانت كتبان لي شخصيا ملاك، يعني ما يمكنش دير شي حاجه خايبه من غير هذا. وهو كانت كتبان ليه ماما شي حاجه اللي هي مقدسه، بحكم انه با ما تيخدمش فمو هي اللي كتخدم عليهم وكتصرف عليهم. بالنسبه لي شي حاجه لا نقاش له فيها وماشي عيب، ولكن كان داكشي بزاف اللي قالت لي خصو يديرو بدون ما يناقشها. تخيلوا كنا غير اذا يلا خرجنا مع بعضنا وعيطت ليه ماما كيرجع لعندها كيجري. الدراري اللي تيعرف ديما تيقولوا ليه مالك صاحبي كتفتف وكلك مرعد، وانا كنت ندافع عليه وكنت نقول لهم لا حشومه تقولوا هكاك، راه الانسان اللي تيبغي مو راه شخص اللي هو مزيان، وهذا الشيء اللي خلاني نزعم معاه في هذه العلاقه. وحتى عماماتي كانوا كيقنعوني وتيقولوا لي كوني مع الانسان اللي تيبغيك احسن لك ما تكوني مع الانسان اللي نتيا كتبغيه. المهم شهر من بعد ديك الفورماسيون اللي مازال ما كملها بدا يدفع في السيفيات ديالو وغادي يلقى خدمه. ما تصوروش هذاك النهار كيف كنت كنبكي من الفرحه، كان عندي عيد بديت كنحمد الله ونشكره حيت واخيرا ماما غادي تقبل عليه. وخايه كتقول لي العائله ما راضيينش عليه لانه ماشي من المستوى ديالنا، هو يلا خدم وخصو يصرف على دارهم، وحنا المستوى المعيشي ديالنا الحمد لله ميسرين. المهم ما عليناش، استمرت العلاقه ديالنا، كل نهار كنا كنتشوفوا، كان كيدوز من مورايا من الخدمه وكنخرجوا، ولكن كل نهار كنا كنتناقشوا حتى لواحد الوقت وصلنا لمشكله كبيره، وفي وسط الزنقه بدينا كنضربوا، ولات علاقه مسمومه. ولكن ديك الساعه كنا كنتصالحوا مع بعضنا. باقا نعقل واحد النهار غادي ترى ما بيناتنا واحد المشكله اللي كانت كبيره،
عيط على ماما وتا انا عيطت على ماما. جات حتى هي اللي بدات كتغوت وقالت لنا خصكم تفارقوا. ماما اقترحت علينا باش اننا نتزوجوا وربما هكا غادي تحبسوا المشاكل ما بيناتنا. هو غادي يدوي مع بابا وقال لي هذا الحد لا الحد الماجي غادي نجيو نخطبوا. 15 يوم ها هما عندنا، ضرب صداق بالتفاصيل كلهم داروه ليا والديا، وفلوس صداقي هو غير سلفهم باش عطاهم ليا وما عاونوا حتى شي حد من عائلته. واتفقنا على اساس انه في الصيف غادي نديروا العرس وما غادي نمشي لعنده حتى للصيف فاش يجوا عمامي وعماماتي من على برا باش اننا نتجمعوا. من موراها وليت كل ويكاند كنمشي عنده نبات عندهم في دارهم. وحتى الا بغينا نسافروا انا اللي كنت كنتكلف بكل شيء. تيقول لي دابا نرجع لك من بعد. صراحه انا عارفه بلي انه ما كانش طمع فيا، ولكن كانوا عنده فلوس اللي هما محدودين وما كانش همني هذا الامر انه فلوسه محدودين. قد اللي كيبقى فيا بلي انه واخا خدامه كتاخذ من عنده الفلوس، وخصوصا منين نتزوج وانا مازال ما كنتش سكنت معاهم. كنت غير كنمشي كنبات معاه في كل سبت وحد وكنت ناويه انني نسكن معاهم. تخيلوا هذاك الويكاند اللي كنت كنمشي عنده بيتو ديال النعاس ما فيه حتى الباب وحتى الفراش اللي انا تنعس فوق منه غير ديال المراهقين، ماشي ديال حتى شي واحد مزوج. عمر شي واحد في عائلته كبر بيا، وهذا الشيء انا ديك الساعه كان تيجيني عادي ما كنتش فاهماه. عمر شي حد في عائلته عرض علينا ولا غير عليا، علما انه ماما اذا عرضت عليهم كدير كل شيء بالتريتور وكتكبر بيهم. المهم عائلتي ما غادي يعرض عليها حتى غادي يدوز شهر على ضرب صداق. من بعد شهر عاد غادي يعرفوا والديا في كتمشي بنتهم كل سبت وحد. هاد المده كلها الام ديالو كنشوفها انسانه طيبه وكتهضر غير بالدين وبالله اكبر وما كتسلمش بيدها على الرجال. انا كنت نقول مزيان هادشي تيبشر بالخير. والديا صراحه كانوا كيثيقوا فيها، وتخيلوا كانوا تيقولوا لي راها انسانه طيبه وما نخافوش عليك معاها. وبكثره ديك الطيبوبه ديالها حتى اذا وقع شي مشكل تيقولوا لي غادي نعرفوا بلي انه انت اللي منك المشكل وماشي منها. وراجلي بدون سبب تيكون جالس وتيقول لي فراسك لميا اذا جاب الله ناض شي مشكل شي نهار بينك وبين ماما راه غادي نجي من جهتها واخا تكون هي اللي غلطه. تنبقى كنقول فراسي علاش هذا تيقول لي زعما هاد الهضره. صحيح انا اللي كنت كنحكم في هاد العلاقه ديالنا وكنبقى كنهددو باللي انه اذا ما درناش هاد الحاجه غادي نهز طوموبيلتي وغادي نمشي عند والديا. هذه الجمله الوحيده اللي كنقول، هذا هو النوع ديال التهديد اللي كنت كندير ليه. ببساطه كانت هذه هي شخصيتي. المهم وقت ما كانوا جايين عماتي كيجيبوا لي الكادوات كيعرضوا عليه، فبحكم انه ماما خياطه واحد النهار واحد عمتي اول مره غادي تشوفها بغات تمشي لعندها على واحد الجلابه، وانا نعيط على حماتي وانا نقول لها خالتي راه حنا جايين عندك العشيه انا وعمتي. وصلت العشيه فعلا مشينا. تخيلوا فاش وصلنا والله ما قالت لديك عمتي اللي عمرها ما شافتها حتى دخلي تفضلي تشربي كاس ديال اتاي. بطبيعه الحال ما تقبلناهاش حيت السيده اول مره جايه لعندك، وخوتها ديما كيكبروا بك. وفوق من هذا الشيء كله المحل ديالها من تحت الدار، حشومه ما تقولش حتى دخلوا تشربوا غير كاس ديال الماء واخا غير بالكذوب. وهذا الشيء راني علمتها في التليفون من قبل، يعني بامكانها انها تجيب غير شي قرعه ديال المناضه او لا اي حاجه من الحانوت او لا غير تقولها ماشي حتى ضروري انها تطبقها. وهنا انا بقى فيا الحال وقلتها لراجلي، قلتها لولدها، قلت لها شنو طرا فلان وشنو طرا وشنو طرا. وانا دابا ما بقاش عندي الوجه اللي يشوف في عمتي وهما تيكبروا بكم كاملين، وانا ربي شاهد عليا بلي انه ديك حمتي جايبه معاها كادوات ليه والماما وكتقول لي حشومه اذا عرضت علينا المراه خصنا نلبسوا البلدي عندها ودي لها معايا هديه. جبت البلدي غير على قبلها على اساس اننا غادي نتعارضوا باش يكون داك التعارف ديال العائله، لكن للاسف ما كانش هذا الشيء. فاش تناقشت معاه على هذه النقطه بدا تيقول لي انا ماشي سوقي. وهنا بداو النقاشات اللي تيوقعوا مره بدا كيتصرف بالتصرفات اللي كانوا صبيانيين. غادي يجيو خوالاته ووقت ما درت معاه شي رونديفو تعيطوا عليه راه خصنا نمشيو لهاد البلاصه كيسمح فيا وكيمشي معاهم. هادشي كله ماشي مشكل حتى لدابا، ولكن الصدمه الكبرى هي هادشي اللي جاي. جا العيد الكبير وانا ما تناكلش اللحم وما كانش عندي مشكله، ولكن قبل ما يوصل العيد بسيمانه غادي نتلاقى به على اساس انه مورا العيد غادي نروح معاه للدار، زعما غادي نديروا الحفله وغادي نمشي معاه حيت عائلتي كلها فراسها هادشي وكانوا مجموعين باش نحتفلوا، علما انه مازال ما صوب البيت فاش كنا غادي نعيشوا. والله العظيم هاد القضيه ديال البيت عمرني ما قدرت نقولها حتى الوالديه. المهم بقات يقول لي يلا نباتوا مع عائلتي كلهم مجموعين في واحد الدار في العروبيه. قلت ليه واخ نمشيو، ولكن بشرط عافاك فلان نرجعوا ما نباتوش. قال لي علاش؟ قلت لي راني ما نقدرش حيت شي بلاصه فيها الحشرات عندي حساسيه منها وكيبدا كينوض فيا الحبوب كنبدا كنحكو. قال لي صافي واخا غادي نمشيو غادي نرجعوا. وعدني مشينا جلسنا معاهم طاح الظلام وبدا تيحرجني قدامهم تيقول لي نباتوا، وهما بداو تيقولوا ايوا باتوا. بديت كنقول ليه بيني وبينه لا راه اتفقنا، وبدا تيقول لي لا راه غادي نباتوا بحال ما دويناش وما تفاهمناش من قبل.
في الاخير غادي نبات. ودوزت هادشي بشغيمه ديال الماء، لغت ليه فقنا ووصلني للدار وضحكنا كانه شيئا ما وقع. من بعدها مشى كيوجد باش انه لا غد ليه يمشي لواحد المدينه واحده اخرى اللي عنده فيها اجتماع لمده يومين، وهنا غادي تكون اخر مره غادي نشوفه. غادي يهز ليا ساكي، هبطوا ليا، سلم عليا وقال لي بسلامه، لا غد ليه دوا ليا وقال لي راني وصلت لهاد المدينه، واش انت لاباس عليك؟ عاود هضرنا بالليل، لا غد ليه نتاع النهار الاخر، دوا ليا فينك ما فينك وجدي ساكك، انا راه غادي ندوز عندك للدار. صباح الصباح ما هضرش معايا النهار كامل، سولت فيه بالعشيه بدا تيقول لي بعدي مني راني معصب مع الخدمه وبدا تينقر. قلت له دوز عندي للدار، قال لي خليني حتى نوصل للدار بعدا. قلت له ياك لاباس فلان شنو كاين؟ ما بغاش يدوي. وانا نقول لها جي عندي للدار، لا ما غاديش نجي. تنقول ليه ياك لاباس راني موجوده من الصباح وانا كنساينك، غادي تجي. شديت معاه العكس، هو تيقول لا ما غنجيش وانا تنقول لا غتجي. غادي يسبني وغادي يقطع لي التليفون، وكانت هذه اخر مره ندوي معاه. لا غد لي كنصوني عليه والو، غادي نمشي لدارهم ما كنلقاش. من بعد بالصدفه غادي نعرف بلي انه هو كاين في دارهم ديال العروبيه. كيفاش غادي نعرف؟ واحد جارتهم غادي تعيط ليا وقالت لي لاميا انت وراجلك هنا وما دزتوش عندي حشومه. تصدمت، ومن هنا غادي تبدا المعاناه. كنقلب عليه والو، جا عيد الكبير ما سولش. اويلي شنو واقع؟ العيد هو ما سولش؟ واش عباد الله نقاش بحال هذا بسيط نتاع فينك اجي لا ما نجيش غادي ندخلوا في هذه الحرب؟ العيد غادي يدوز عندي كحل. مشيت كنقلب عليه في الليل وكندوي مع مو على اساس انها صاحبتي، وهي تقول لي صافي انا ما غاديش نقول ليه راكي جايه باش يقدر يجي وتشوفيه. كنمشي ما كنلقاش، تنقول لها فينا هو؟ كتقول لي ما عرفتش راه هز طوموبيلته ما عرفت فين زاد. ربط ولد خالته يعيط ليه، جا من بعد قال لي يا ولد خالته بلا حشمه بلا حياه، نتوما اصلا ما كتفاهموش، من الاحسن انكم تفارقوا. هو شاف فيا وقال لي غتطلقوها فلانه. تخيلوا ماما ما هضرات ما قالت حتى شي حاجه، قالت ليه خاصك تهضر مع باباك في هذا الشيء. علاش غادي يهضر مع با في هذا الشيء وحنا كبار قادرين باش اننا ناخذ القرارات ديالنا مع بعضنا بدون التدخل ديال الوالدين؟ وزيدوا حتى اذا بينا نطلقوا كيجي الطلاق على مراحل، ماشي صباح الخير تصبح على خير غادي نطلقوا. الطلاق كيجي على عده مراحل. ما تصوروش كيفاش دخلت ديك الليله للدار، دازت 3 ايام كلها وانا دايخه وكنرجع حالتي، وهنا بداو معاناه ديال بصح بحال بغى يدخلني الحماق نوعا ما. غادي يعيط لبابا حدو باش انه يقول ليه انا وبنتك غادي نساليو ويقطع عليه. انا هنا غلطت غلطه كبيره، بقيت كنبكي النهار وما طال. واحد النهار مشيت للصالون قلت اجي شويه نفاجئ على حالتي، تلاقيت بواحد البنت كنعرفها وقالت لي انت ما عارفه راجلك حتى فين هو وانت باقا على الذمه ديالو. قالت لي نقول لك حاجه، عيطي له وقولي ليه راكي حامله باش تقدري تشوفيه وتهضري معاه. انا كنت عارفه بلي انه اذا عيطت ليه ما غاديش يجاوبني حيت اصلا بلوكيني من كل شيء. كذبت على عائلتي وعلى دارنا وعلى كل شيء وقلت لهم بلي انا راني حامله بالعاني غير باش نعرف فين هو ويجي بعدا وندوي معاه. من بعد هنا ماما بدات كتعيط ليا فينك اجي. فهاد اللحظه بدات تقول لي يا ماما نديك ديري التيست. انا غادي نمشي نجيب واحد التيست اللي اصلا غير بالفلوس ولا ماشي انا اللي دايراه، حتى واحد السيده اللي بصح حامله ودرتو بسميتي. ماما غادي تشدني بيني وبينها حتى تمكنات مني وقالت لي قولي لي يا بنتي الصراحه. قلت لها خالتي راني ما حاملاش. وهي تقول لي شوفي حتى انا ما عارفاش ولدي فين هو، غادي نعاونك في هذه الكذبه ونقول ليه بلي انا فعلا راكي حامله، ولكن ما تقوليها حتى شي حد. انا على نيتي قلت لها صافي واخا خالتي. قالت لي ولكن هو الاول غادي نديرو التيست واحد اخر باش نتاكد بلي انك ما حاملاش. فعلا درت التيست وخدتهم بزوج، داك باش كذبت وهذاك الحقيقي وخلاتهم عندها. بغيت نقول لها علاش خديتيهم مني بزوج، ولكن عقلي تيقول لي لا لميا هذيك راه اكثر من ماماك، مستحيل انها تاذيك وما يمكنش تلوي لك يديك بهم. لكن للاسف هادشي اللي كان. هو غادي يهضر معايا وقال لي هذاك الولد اللي حامله به راه ولدي وراني قاد به. لا غد لي صفت ليا قال لي راني بدلت المدينه وراني مشيت لبلاصه بعيده. مرضت واش نفسيا واش شي حاجه واحده اخرى والله اعلم بهذا. والله العظيم وليت غير كنرجع وشعري تيطيح وليت نسخف وكندير الرقيه الشرعيه. دخلت واحد وسط العالم اللي ماشي ديالي نهائيا. والديا ما تجرأت وما عمرني تجرأت انني نقول لهم الصراحه والتفاصيل. سيدنا رسول الله تيقول لك كسر المراه طلاقها، وانا ماشي غير تكسرت انا تفنيت. بقى فيا الغدر حيت مور هادشي كله ما بقيتش شفتو. مو تنعيط ليها فاش لقيتها في المحكمه بديت كنعنقها وكنبكي. هو في الجلسه دخل عند القاضي وتيبكي وكيقول لهم انا تنبغيها ولكن ما نقدرش نبقى معاها وما نقدرش نشوفها. علاش فلان وكيفاش الله اعلم. في ديك اللحظه تنبكي وبابا تيجرني باش انني ما نمشيش عنده. عمرني ننسى هذاك النهار نهائيا. كنت تنطلبه تنقول ليه ما ديرش ليا هكا قدام العائله، كلهم عارفين ديك الوقت باللي انا غادي نروح عنده عروسه وجاو على ودي. بديت نطلبه ونطيح ليه على رجليه ونرغبه، ما بغاش حتى يشدني وما قدرتش نقول ليه حتى راه ماماك عارفه كل شيء على الكذبه نتاع الحماله. حيت انا عند بالي
بلي راه مسكينه باغا غير تعاونني راه في صفي. فداك النهار ديال الجلسه واحد خالو ما تيخليني حتى ندوي معاه. في باب المحكمه غادي يوقف علينا وغادي يقول لنا لا ما غاديش نخليكم بوحدكم، غادي تدابزوا. دقيقه ما كملناهاش ديال الهضره قال لي غادي ندخل للدار وغادي نبلوكيك. انا بحال البهله اللي وقع تنقولها لمو، قلت لها عافاك يا خالتي راه قال لي غادي يبلوكيني. قالت لي لا ما تخافيش غادي ندوي معاه باش ما يديرهاش. من تما ما بقيتش شفتو لا هو لا هي لا حتى شي حد. تخيلوا مورا الجلسه ديال المحكمه الناس بقاو تيجيو لعندنا تيباركوا لينا، حيت حتى شي حد ما عارف بلي انني كنطلق. اللي قال لي مبروك ما درتو كان سخف. طاحت في دوامه نتاع كنرجع الريق صفر كل نهار كل صباح، حتى بديت كندير عند الراقي الصفراغ باش السيد اللي كنت حاطه عليه راسي وسمحت على قبله في كل شيء وكذبت على عائلتي وكنت ضدهم يجي يغدرني بهذه الطريقه. ما قدرتش نستوعبها. يا ريت لو كنت عارفوا شحال تقاتلنا على هذا الزواج باش يستمر، حتى وليت كنوهم راسي بلي انا غادي يجي شي نهار هادشي كله غادي يتبدل، حتى ما تنعرفش كيفاش طرا هادشي. انا مورا هادشي كله اللي وقع بديت مره كندرس كل حاجه دازت في الماضي وكيفاش كانت كتدخل فيها امو وكيفاش كانت شيطانه في هيئه البراءه ومغلفه راسها بالدين. انا اليوم بغيت ننسى ومازال ما قدرتش. دازت تقريبا 8 شهور على هذا الحدث وليت حالتي ومرضت. جاوني عروض ديال الزواج ولكن ما قدرتش نثق في حتى شي حد. وفي وسط هذا الشيء كله واش عرفتوا شحال ديال العروض ديال الشعوذه اللي جاوني انني نمشي عند الفقيه، ربما هذا الشيء اللي وقع لينا دار بشي عمل شيطاني او لا شي عين او لا، ولكن اصريت على لا. صديق ديال بابا عاوني في انه قال لي ديري حجابك وحسني راسك بورد صباحي ومسائي. بلا ما نفكر غادي ندير الحجاب وعن قناعه درتو، حيتاش فعلا مولانا حماني من بزاف ديال الامور اللي كنت فيها نقدر نموت. والله العظيم درت 2 محاولات انتحار على قبله. شفت عائلتي كتعذب معايا، شفت والديا كيبكيو وهما كيشوفوني كنتقطع، وهادشي كله انا تنقول مازال راه ماما ظريفه وهو تيبغيني. حتى كنسمع من عند البراني في اوديوهات كيصيفط لهم باللي هو تيقول ما نقدرش نرجع ليها الا اذا بغات ماما ما غاديش تردد. شفت بنتها كتعذب وغادي تعيط لماما وتقول لها بنتي كتموت ليا. رحنا غير من طبيب نفساني لراقي قالت ليها دي بنتك لشي طبيب واحد اخر بكل بساطه وبروده. من تما ماما سدات سده. امو عمرها ما بغاتني ولا دخلت عليا حتى نص سطر ديال الحليب ولا ريحه ولا كبرت بيا. انا ما غاديش نلومها، غادي نلومو هو اللي ما قدرش يفرق ما بين امه ومرته. هو اللي سمع امه وظلمني واداني غدرني وكذب عليا، وانا بالنسبه ليا غير دوز بيا الوقت. انا لداخل باقي مازال مقصحه، ولكن كلمه واحده اللي تفيدني فيهم حسبي الله ونعم الوكيل.